تخيل كده يا صديقي، في التاريخ الإسلامي حصلت معركة صغيرة في العدد لكن كانت سبب في بداية قوة كبيرة جدا. في سنة 636 ميلاديا كان في مواجهة ضخمة بين جيش المسلمين والإمبراطورية البيزنطية. المكان كان عند نهر اسمه نهر اليرموك. الجيش البيزنطي كان أكبر بكتير جدا جدا جدا، لدرجة إن هو كان تقريبا 200 ألف، وجيش المسلمين كان تقريبا 30 ألف. لكن كان في قائد عبقري وده كان غني عن التعريف، هو خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد لاحظ إن المعركة ممكن تضيع لو اتقسم الجيش، فعمل حاجة ذكية جدا. نظم الجيش بسرعة، نقل القوات من مكان لمكان أثناء القتال، استخدم الهجوم المفاجئ بالفرسان. وفي لحظة حاسمة الجيش البيزنطي اتفاجئ بهجوم قوي من أكتر من اتجاه. المعركة انتهت بانتصار كبير للمسلمين، وبعدها بدأت تتغير خريطة المنطقة بالكامل. التاريخ بيعتبر معركة اليرموك دي واحدة من أهم المعارك اللي غيرت مجرى الشرق الأوسط بالكامل.